والله اربوا شوفوا لي على هالمعروكات ما احلاهم شيء بجنن. على الاول البيست. اليوم عملنا لكم المعروك السوري باظرف وافضل واحسن واطيب طريقه بالبيت. فاذا كنتم من الجماعه اللي بتحب المعروك وكل رمضان بتتعذبوا لتساووا الوصفه وما بتزبط معكم، هذا الفيديو لكم، لانه شرحنا لكم فيه طريقه العجينه والحشوات بالتفصيل وشلون تزبط معكم بالبيت. يا عين، شوفوا. وبهالفيديو راح اخبركم كيف تعلمت المعروك وسويته لاول مره بحياتي. فمشان هيك اول ما تشوفوا الوصفه لا تنسوا تحطونا لايك، واذا كنتوا اول مره بتشوفونا لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس. وهلا خلينا نحط الطربوش ونشوف شلون سوينا الوصفه. يعطيكم العافيه وكل عام وانتم بخير، ونعاد علينا وعليكم بالخير والبركه. رح نعمل عجينه المعروك، العجينه الطيبه الظريفه اللي بتزبط معكم 100%. العجينه هي اصولها نعملها بالوزن وبالجرامات، بس انا سويت لكم اياها قد ما فيني على الكاسه وعلى المعلقه. بدنا كيلو طحين، هدول كيلو طحين بيطلعوا 10 كاسات من هي، 10 كاسات من هي 200 مللي. كاسه تبع 200 مللي. انا حاط هون 8 كاسات وهي كاستين. واحد، اثنين، بالمجمل 10 كاسات، 1 كيلو. وبدنا نضيف لهم 3 جرام محلب. هذا المحلب هو بهار الكعك نفسه. 3 جرام بيطلعوا نص معلقه صغيره او معلقه صغيره. المحلب هو اللي بيجيب ريحه وطعمه المعروك الاصليه. وبدنا ظرف فانيليا، هذا بيطلع 10 جرام، معلقه صغيره. وبدنا 15 جرام خميره فوريه. انتم شوفوا قديش بتطلع عنكم الظرف تبع الخميره وتبين معكم قديش وزنها. وبما انه بالبيت معنا محسنات مثل المحلات، رح نحط بيكنج بودر. بدنا 25 جرام بيكنج بودر. كمان ببين معكم انتم على حسب الظرف شو مكتوب عليه. بدنا 200 جرام سكر، هدول بيطلعوا من نفس الكاسه اللي عيرنا فيها، والزياده فوقهم 3 معالق. بنخلط مواد جافه كلياتها سوا عشان تنخلط منيح مزبوط. ظريفه هي شوي منيح مزبوط. طربوش مأثر علي شكله. وبعد ما خلطناهم مزبوط بدنا 20 جرام ل 25 جرام زبده، هدول بيطلعوا معلقه ونص. وطبعا لبسنا الكف، والزبده لازم تكون طريه يعني بدرجه حراره الغرفه، وندعكها معهم بس شوي. ومو بس الزبده لازم تكون بدرجه حراره الغرفه، كل المواد اللي استعملناها لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه. يعني انتم قبل بساعتين من تحضير العجينه طالعوا كل الاغراض وحطوهم برا. وهلا بنعمل جوره بالنص وبنضيف بيضه. انتم فيكم تستغنوا على البيضه، بس للنتيجه الافضل البيضه لازمه. وبدنا نضيف كاسه حليب وكاسه مي. هلا انتم فيكم تضيفوا حليب على الحل، وفيكم تضيفوا حليب بودرة تخلطوه مع المي، وفيكم تضيفوا نص بنص، بس هو الحليب بيعطي لون وبيعطي رخاوة للعجينة. هلا نحن ما بنعرف بالضبط قديش بتاخذ مي، مشان هيك انا حطيت كاستين، هي اكيد بتاخذ اكثر من هيك. بس اخلط بنشوف قديش بدنا كمان زيادة سوائل، وبنضيف ان كان مي وان كان حليب ما في مشكلة. وهلا بنحركهم مزبوط. بسم الله. وهلا بس نغبت كل كمية السوائل اللي حطيناها اللي هي الحليب والمي، بنرجع بنضيف مي بالتدريج لحتى نوصل للقوام المطلوب، القوام العجين المطلوب. وهلا صار وقت الدعك بالايد. وبس لمت عنا العجينه بنحط شويه طحين على الطاوله، وبننقل العجينه على الطاوله عشان نكمل العجينه على الطاوله لانه اريح واحسن. وهلا بنعجن كتير منيح، واللي بده يريح حاله يعجن بالعجانه. وبالمناسبه انا اكلت معي سوائل 3 كاسات، يعني انا حطيت كاسه حليب وكاستين مي. فينا نحطهم نص بنص، وفينا نحطهم حليب بس. وبدنا نعجن كتير منيح، يعني تقريبا بين ال7 وال10 دقائق. وطبعا للعجين ما حيمشي الحال بايد واحده، رح نستغني عن سميره خانم. وهلا بندعك بالايدتين. وهلا بعد ما عجناها مزبوط مشان ننعمها بدنا نحط لها شويه زيت، يعني نص معلقه كبيره او معلقه صغيره، وبنعجنهم معها. وهلا بعد ما عجناها ونعمناها بدنا نقطعها للحجم الطابات او حجم المعروكه اللي بدنا اياها. انتو على حسب الحجم اللي بدكم اياه. انا رح اقطعها كل وحده تقريبا 125 جرام. وبعد ما نقطعهم بنكورهم. وهلا بعد ما كورناهم بنجيب صينيه وبنرش عليها شويه طحين، وبنصف الطابات بقلبها، وبنغطيهم وبنتركهم يرتاحوا تقريبا ربع ساعة نص ساعة كمان بيكون منيح. وبهالوقت بنساوي الحشوة. وهلا للحشوة الأولى رح نساوي حشوة الجوز هند والزبيب. بدنا جوز هند ونحط معهم زبيب، انتم فيكم تحطوا قد ما بدكم زبيب، بتحبوها كتير بتكتروها، بتحبوها قليلة بتقللوها. وبنخلطهم شوي مع بعض.
وهلا بهالحشوه هي العالم بتحط لها قطر عشان يمسكوا مع بعضهم ويكون القطر تقيل. بس السر بهالحشوه انه ما ينحط لها قطر، ينحط لها مربى مشمش، بيجيب النكهه الصح لهالحشوه. وبنخلطهم منيح مع بعض لحتى يصيروا مثل العجينه، وبنساويهم طابات وبنحطهم على جنب. ونحن ليش عملناهم بشكل طابات؟ هلا وقت الحشوه بدنا نحشيهم وبتعرفوا ليش. وهلا لحشوه العجوه، العجوه لازم تكون شقره، وكل ما كانت شقره مثل هي كل ما كانت احسن، وكل ما كانت افضل للحلويات. وبنضيف لها معلقه سمنه، ويفضل حيواني، واذا مو سمنه زبده، بس اوعكم تضيفوا زيت لانه الزيت بخلي عجينه التمر تصير قاسه وتبس. وبندعكهم سوا مزبوط. وبعد ما دعكناهم مزبوط بنشكلهم بشكل طوالي. وكمان هلا وقت بدنا نحشيهم بنقلكم ليش. وهلا مشان حشوة الشوكولا، نحن عنا من الشوكولا السائلة اللي بتجي بالأطرميزات أو المرطبانات، بس هي بالحشوة رح تعذبنا. فنحن عشان نساويها قاسية ومثل العجينة شو بنعمل؟ بس بنضيف لها نقطتين 3 مي وبنحرك. شوفوا شلون صارت قاسية لدرجة انه صارت تتحرك، حتى شوفوا بالايد ما بتلزق ولا بتوسخ. وهيك بصير تشكيلة اسهل، وممكن نعملها طابات وبصير للحشي اسهل. وهلا بعد ما ارتاحت العجينة مزبوط، شوفوها ما احلاها. هو لو الصينية اكبر كان احسن، بس ما عندي اكبر. هلا اول شغلة واللي لازم نعرفه انه عجينة المعروك ما بتنفرد بالطحين، بنفردها بالزيت. يعني بنحط شوية زيت، بنلك اصبعتنا فيها نقطتين بس، وبنحطها مطرح ما بدنا نشتغل فيها، وبنجيب العجينة وبنحطها عليها وبنفردها بالإيد. هي الزيت بس مشان ما تلزق من تحت، مو أكتر. وبنجيب الحشوة تبعنا، نحن سويناهم طابات عشان تكون سهلة علينا، وبنسكرها هيك وبنقفلها كتير منيح من فوق. وهي القفلة اللي من فوق نحن لازم نحطها لتحت، نحطها لتحت وبنكبس. وهلا بنجيب السمسمات وبنلك الوش بالسمسم وبنقلبه على الصينية وبنعطيه ضغطة خفيفة. السمسم لازم يكون ابيض ومو محمص، لانه اذا كان محمص بده يحترق معنا بالفرن وتنتزع كل الطعمه. وهلا بنساوي تبع الشوكولا. بسم الله. الرقه مزبوط. وبنجيب الشوكولا، شوفوا شلون بتنحمل بالايد، صارت مثل العجينه. وبنفردها. يا عيني. وهلا رح احكي لكم قصتي مع المعروك. هذا يا جماعه الخير، المعروك كانت اول وصفه بتعلمها بعد ما صارت الحادث وراحت ايدي. رح احكي لكم القصه شلون صارت. أنا بعد ما صار معي الحادث وضربت إيدي ضليت تقريبا 6 شهور بالمشفى، بين عمليات وبين فترة نقاهة. فاللي صار كان أول رمضان إلي بعد ما ضربت إيدي، وأنا قاعد بالمطبخ تبع المطعم اللي كنت أشتغل فيه، وعم بتحسر وعم بتذكر هذيك الأيام. فنحن برمضان كنا نساوي معروك بالمطعم. فالشاب اللي كان عم يساوي معروك اجى لعندي، اللي بتعرف تساوي معروك؟ قلت له صراحة لا. قام قال لي بدال ما قاعد هيك وقاعد عم تتصفن وزعلان، تعال نعلمك المعروف وبتصير ذكرى حلوه باول رمضان إلك، وما في احلى من هيك. والله ما كذب خبر، علمني المعروف وشلون العجينه بتصير وشلون بنشكلها وشلون بنساويها، وما في احلى من هيك. والسر الثاني اللي بدي احكي لكم اياه، انه انا هي اول مره بساوي فيها معروك بعد 10 سنين من ما ضربت ايدي. يعني انا تعلمت المعروك بوقتها، اشتغلت باول رمضان، وهي تاني رمضان بشتغلها. يعني الفرق بين اول رمضان سويت فيها معروك وهالمره 10 سنين. فهلا شوفوا شو راح يطلعوا المعروكات ظراف وما احلاهم، وشان تتاكدوا انه الطريقه ظابطه 100%، لانه بعد 10 سنين راح ارجع اساوي نفس الطريقه وراح يطلعوا طيبين. وهلا راح نساوي تبع العجوه كمان نفس الشيء. بنجيب العجينه بنفردها، بس تبع العجوة بنفردها طوالية شوي. وبنجيب تقريصة العجوة بنلفها عليها، نسكرها من الأطراف مزبوط وبنلفها وبندورها. وتأكدوا منيح إنه هي القفلة تكون من تحت. وهلا بنجيب مشحاف حديد أو أي شيء حديد بيقطع بسرعة وبنقطعها بهالشكل هذا. رح أقطع لكم إياها أنا من جهتكم عشان تبين معكم.
ومنلفها هيك ومنسكرها، وهلا بنحملها، بنحطها بالسمسم وبنحطها بالصينية. شوفوا شلون بيطلع موديلها، شي على عيني. وهلا تبع السادة رح نعمل موديل تاني، بنرقها بالشوبك مزبوط. هلا بعد ما رقيناها بنلفها من هون، وهلا هون بالاخير بس نوصل لنصها بقطعة البيتزا او بسكينة، نعمل لها شقوق هيك على الخفيف. وهلا بنرجع بنلف وبنشد، بنلف وبنشد، بنلف وبنشد حتى يطلع معنا هذا الشكل. ومنسكرها مزبوط، واذا بدنا نلكها بالسمسم انا رح لكها من الطرف بس بيطلع معنا موديلها بهذا الشكل. هلا انا شو رح اعمل؟ رح ساوي الباقي ورح احط كل نوع وشكل بصينيه. وهلا بعد ما شكلناهم كلياتهم لازم نخمرهم. لازم تعرفوا انه المعروك اذا ما تخمر مزبوط، وهو اهم عمليه بصناعه المعروك كلياتها هو التخمير، اذا ما سويتوا هالطريقه ما رح ينجح معكم ابدا ابدا. والطريقه كالتالي، اللي هي نحن بنغلي مي او بنسخن مي مثل ما شايفين، مي سخنه مغليه عم تطالع بخار. اول شيء بنشغل الفرن وبنسخنه على درجه حراره 40 45 كحد اقصى. بعدين بنجيب صينيه وبنحط فيها المي اللي غليناها وبنحطها بسفل الفرن. بعدين بنجيب الصواني اللي سويناهم وبنحطهم بقلب الفرن وبنسكر الفرن وبنتركهم تقريبا شي ربع ساعه ثلث ساعة ليتخمروا مزبوط، لنص ساعة معلش. بس طبعا لازم نكون طافين الفرن بهالمرحلة، يعني أول ما نفوت الصواني بنطفي الفرن. وهلا بعد ما خمرناهم بالبخار بالفرن، شوفوا لي اياهم أحلاهم شلون فتحوا ونفشوا شوي وتخمروا. هلا شو راح نساوي؟ هي الخطوة اختيارية، بدكم تسووها بدكم لا، بس هي بتعطيكم اللون الحلو بالبيت. وراح ندهنهم ببيضة مخفوقة، واللي ما بده بيضة في يحط حليب وقهوة سريعة التحضير، بس البيض بيعطي لون أحلى. دهنة خفيفة مشان يعطينا اللون الذهبي اللي بشهي ويعطينا شيء أصلي 100%. ونحن بهالوقت اللي طلعناهم من الفرن بعد ما خمرناهم ودهناهم لازم نكون محمين الفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت، ومن فوقهم صينية صينية عشان يسووا من فوق ومن تحت مع بعض وبنفس الوقت. يعني أنا هلا بالفرن محمين من فوق ومن تحت على درجة حرارة 200، وهلا رح أحطهم بالفرن. وهي هيك بعد ما طلعوا من الفرن شوفوا لي اياهم على المنظر ما احلى، يا عيني يا عيني، شي بيست على الاول. هلا نحن شو لازم نعمل؟ على السريع بنجيب زبده دايبه وهن سخنين بندهنهم فيها بكميه كتير منيحه. هلا شو الفكره من الزبده؟ اول شيء بتعطيها دسامه، ثاني شيء بتعطيها طبقه بتمنع انه تفوت الهواء عليها او تلامسها الهواء وتنشف من برا وتبس، بتضل طريه من جوا ومحافظه على الرطوبه جواتها. وهذا الشيء اساسي ليضل المعروك معكم طري لفتره طويله. بس اما شو ريحه، شيء على الاول على الطربوش. وبما انه وصلتوا بالفيديو لهون، اللي ما حط لنا لايك يحط لنا لايك ويكتب لنا تعليق حلو، اللي مو مشترك بالقناه يشترك لنا بالقناه، لانه اذا ما عملت لنا اشتراك بالقناه رح تروح عليك الوصفات الظريفه الجاي. وبالمناسبه عملنا صفحه فيسبوك جديده، لانه الصفحه القديمه اكلنا عليها تقييد من اداره الفيسبوك لاسباب تقنيه ما عم نعرف شو هي، فنحن عملنا صفحه جديده مشان هيك ادعمونا عليها، رح احط لكم الرابط بالوصف تحت. ولا تنسوا تتابعونا على كافه مواقع التواصل الاجتماعي، كمان رح احط لكم اياهم بالروابط تحت من انستغرام وتيك توك، لانه الوصفات القصيره والمختصره بتلاقوها هنيك. ولا تروحوا شايفكم، خليكم معنا عشان نشوفوا شلون طلعوا المعروكات من جوا. بالله شوفوا لي على هالطراوه ما احلاها، شيء بجنن. وهي راح افتح لكم اياها من النص، يا عين. شوفوا شوفوا. وهلا شو صار؟ لازم ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخذ وحده عجوه. بالله شوفوا لي اياها ما احلاها. شوفوا شوفوا الطراوه، شوفوا، شيء بجنن. اوه، مثل القطن. وبنقول بسم الله. الله، شيء بجنن. ولا خلينا نفتح لنا وحده شوكولا. شوفوا 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 الشوكولا، ولي 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 ولي. شوف ما احلاها من جواتها. بسم الله. ولا نشوف تبع حشوة الجوز هند. شوفوا 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 مليانة من جوا. أوف 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 أوف. يعني وهيك كانت وصفتنا لليوم. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتكتبوا لنا تعليق حلو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وبنشوفكم بالفيديوهات الجاية.